لو انتي مامي وعندك بيبي وهتسافري قريب بيه في الطياره فالفيديو ده ليكي. تعالي هقول لكم على يعني اهم الحاجات اللي كان نفسي حد يقولها لي في الطياره. اول حاجه الالعاب دي كتري منها، يعني اكتر من لعبه هتلزقيها في الازازه كده، وكل ما يزهق من لعبه تغيريها. تاني حاجه الاسترولر لازم تكون بتطلع على الطياره، يكون حجمها صغير عشان لو حجمها كبير بياخدوها منك ويدوكي حاجه زي كده، ودي ما كانتش الطف حاجه. يعني ابني استخدمها مش شايع ومرضيش يقعد جواها وشلته. تالت حاجة لازم يكون لابس هدوم خفيفة جدا تساعده على انه يحبي، لو هو بيحبي طبعا، او لو هو بيمشي برضو، عشان لانه هيمل من قعدة المطار وهينزل. رابع حاجة واهم حاجة ما تطلعيش بشنط كتير. شايفين المضيف ده كان شايل لي شنطي منزلها لي لاني كنت حرفيا متكحرته، والست دي كانت شايله لي شنطي. ما تطلعيش بحاجة على الطيارة حرفيا غير بالاكل بتاع البيبي بس، لان او الالعاب طبعا، لان اي حاجه تانية هتطلعي بيها بجد هتتبهدلي قوي. وحاجة كمان، والبيبي وهو طالع في التيك اوف وفي اللاندنج لازم تبقي بترضعيه، او لو بياخد تتينة تديله تتينة، فما تنسيش ست الرضاعة معاكي عشان ودانهم ما تتعبوش. وفي النهاية طبعا مهما عملتي المطار كله هيتفرج عليكي، بس دي حاجات بتقلل الكحرطة. انجوي.